اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميره احمد ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني او تزوروني فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو يجيلكم اشعار بيه ان انا نزلت فيديو. نقول بسم الله خير الاسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلنا عليك يا رب. انا جايبه لكم النهارده، جايبه لكم شويه قرص طريين كده حلوين هنعملهم للعشاء. هنعمل شويه قرص حلوين كده للعشاء يا جماعه، نشربهم بكوبايه لبن كده او كوبايه شاي بلبن، حلوه خفيفه كده بدل العشاء التقيل والكلام ده كله، نستقسق بيها كده ايه بالليل. معايا هنا المقادير بتاعتي، معايا كيلو من الدقيق. تمام كده. هنزل على الكيلو الدقيق، اقول المقادير بتاعتي كده على طول. هنزل على الكيلو الدقيق بمعلقه صغيره من البيكنج باودر اهو على الدقيق على طول. معايا هنا كوبايه، تمام، ومعايا كيس خميره واحد اهو، ومعايا ميه دافيه طبعا. هبعد ده كده شويه. معايا كيس خميره هنا، ومعايا 3 معالق من السكر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2 3. طبعا المعلقه دي صغيره، انزل ب5 معالق كده لان المعلقه اللي معايا دي صغيره. هي قرص طريه كده بتبقى مسكره وحلوه كده. معايا شويه لبن دافيين، يا ريت يكون اللبن دافي مش سخن. لبن دافي يا جماعه، مش سخن، مش بيغلي، عشان الخميره بتاعتي ما تبصش. تمام. هنزل بنص كده، بنص كوبايه صغيره كده اهو، واقلبها كويس. اقلب السكر مع الخميره واسيبها كده ايه تتفاعل كده مع بعضها في جنب. كده قلبت بقى الخميره بتاعتي. اسيب كده الخميره بتاعتي بقى هنا على جنب كده شويه، وارجع هنا تاني للدقيق بتاعي. معايا هنا زي ما اتفقنا كيلو دقيق، ومعايا معلقه من البيكنج باودر، ومعايا هنا رشه من الملح اهي، ومعايا هنا ايه، معايا هنا 3 معالق من السمنه. تمام. عايزه اقول لكم على معلومه يا جماعه. القرص الطريه ما بتحبش الدهون كتير، يعني ما تكتريش الدهون في القرص الطريه. القرص الطريه ما بتاخدش دهون كتير خالص، بتبقى حاجات بسيطه كده وبتبقى ايه على قد كده. هنزل بالسمنه بتاعتي كده اهو على الدقيق اهو. هفركها كده في الدقيق بتاعي بالشكل ده كده اهو. يبقى انا اتفقت كده معاكم ايه، كده معايا 3 معالق سمنه على الكيلو الدقيق. معايا معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه الملح، بس مش اكتر من كده. ما نزلتش على الدقيق باكتر من كده. هفرك السمنه بتاعتي كويس جدا في الدقيق كده اهو، هشرب الدقيق السمنه كلها. القرص الطريه يا جماعه ما بتحبش الدهون، يعني ما تحطيش زيت ولا سمنه كتير ولا الكلام ده كله، هتنشف منك ومش هتبقى حلوه. القرص الطريه بتبقى دهونها قليله. تمام كده اهو. فركناها بالشكل ده اهو كده اهو. فركناها بالشكل ده كده. معايا بقى القرص الطريه بتتعجن بلبن رايب يا جماعه. اللي ما عندكيش لبن رايب ممكن تجيبي زبادي، ما عندكيش زبادي ممكن تجيبي كوبايه لبن من عندك وتحط عليها معلقه خل كده روبتيه. هنزل بقى بكوبايه من اللبن الرايب كده معايا اهي، بكوبايه واحده من اللبن الرايب. تمام. وهجيب الخميره بتاعتي اتفعلت اهي، وهنزل بيها هنا اهو كده اهو. في حاجه نسيت احطها معاكم. احط بس ايه شويه فانيليا، يعني نقطتين 3 كده بس عشان الريحه اهي. ونلم بقى العجينه بتاعتي دي كلها، والم الدقيق بتاعي كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما ننساش بقى نصلي على الرسول يا جماعه، ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
طبعا هنعجن بميه دافيه، لو احتاجنا ميه هنعجن بميه دافيه يا جماعه. تمام. نلم العجينه بتاعتنا كده اهو اهو. تحتاج ميه طبعا. هنزل بقى ايه بميه تاتا تاتا كده، مش هحط كتير علشان الميه ما تزيدش مني وارجع احط دقيق اهو. نقطه بنقطه كده والم بميه دافيه طبعا، لان احنا في الشتاء عشان تفعل الخميره بسرعه اهي. وبكده حبايبي انا عجنت العجينه بتاعتي، هي زي ما انتم شايفين كده اتعجنت بالشكل ده كده ولمت اهيت بالمكونات اللي انا حطيتها قدامكم. بس انا ما حطيتش حاجه تانية ولا حطيت ميه ولا حطيت اي حاجه تانية. هي خدت معايا كوبايه من اللبن الرايب، وخدت معايا كوبايه وربع من الميه الدافيه بالشويه الميه اللي حطيناها على الخميره والسكر. ما خدتش مني ميه اكتر من كده، خدت ميه دافيه كوبايه وربع، وخدت كوبايه لبن رايب، وخدت 3 معالق سمنه، وكيس الخميره ومعلقه البيكنج باودر. ما خدتش اكتر من كده، ولا حطيت حاجه تانية ولا زودت اي حاجه تانية. اتعجنت معايا بالشكل ده كده. هسيبها بقى ترتاح. هغطيها. هدخل كيسه كده في البلاستيكيه بتاعتي، هلبسها كيسه بحيث ان عمليه التخمير تبقى بسرعه، علشان احنا في الشتاء والجو برد جدا يا جماعه. تمام. هعملها بالشكل ده كده، وممكن كمان اولعها على الفرن واطفيه وادفيه، يا اما احط فوقيها دفايه بطانيه اي حاجه، ان انا اسرع عمليه التخمير بتاعتها بسرعه، وان هي تطلع معايا بسرعه وتبقى ايه حلوه. تمام كده. اول لما تتخمر هرجع ان انا اعملها معاكم ونشوف هنعمل مع بعض ايه. وبكده حبايب قلبي بتكون القرص بتاعتي اتخمرت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. بقفلة الكيس بتاعتها اهيت. تمام اهي. اتخمرت بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده كده. ابدأ بقى اجيب الصواني بتاعتي اهي. ابدأ اجيب الصواني بتاعتي هنا كده، واقرص بقى القرص بتاعتي دي كده اهو. اي الحجم بقى اللي انت حباه، حابه تعملي حجم كبير اعملي، حابه ان انت تعملي حجم صغير اعملي، حسب ما انت حابه. تمام اهي. انا بحبها كده صغيره عشان اللي يمسك قرصه ياكلها ياكلها كلها وما يسيبش منها حاجه، مش ان هو ياكل نصها لو انت اديتها لطفل او حاجه يسيبها. لا، انا هعملها بالشكل ده كده كلها اهي. بالشكل ده كده يا جماعه. ما تكبري، عايزه تكبريها بقى انت حره، بتحبي انت تعمليها كبيره اعمليها كبيره، دي حاجه تريحك انت. بس انا بحب اعملها بالحجم الصغير ده، بحيث ان اللي يمسك قرصه ياكلها ويخلصها ما يبقيش منها اي حاجه. تمام كده. الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو اهو. انا بقى هعملهم كلهم بالشكل ده كده، واحطهم في الصينيه و... واصبر عليهم 5 دقايق بس، يعني على ما اخلص التقاريص بتاعها هبططها معاكم، بحيث ان هي تكون برضو ارتاحت شويه من اللفه اللي انا بلفها بايدي دي، ما تكونش الخميره عملت منها ولا حاجه. هعمل لكل صينيه المقدار بتاعها اللي يكفيها، وهنفردها مع بعض يا جماعه اهي. هنفردها مع بعض بحيث ان ايه اسيبها تريح وانا شغالة في التقطيع بتاعها. اقطعها بالشكل ده كله كده، وارجع لاول واحدة انا عملتها، وابدأ بقى من اول، يعني اسيب اخر واحدة وابدأ من اول واحدة بقى ايه ابدأ ان انا افرد فيها بحيث ان هي تكون خدت براحها شوية. تمام. اعمل كل الكمية بالشكل ده كده وارجع لكم تاني. وبكده حبايب قلبي انا عملت كل الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هنبدا بقى ان احنا نفردها في الصينيه بتاعتي كده بالشكل ده كده. بططيها بقى على قد ايه الحجم اللي انت عايزاه. حاولي ان انت ما تفرديهاش قوي يعني عشان ما تنشفش منك اهي بالشكل ده كده. ولازم يا جماعه ان هي بعد ما نفردها بنسيبها كده قيمه 10 دقايق تاخد راحتها كده في قلب الصينيه،
بحيث ان هي تتخمر برضو وتاخد خمرها زي ما كانت مرفوعة كده. اصل احنا عملناها بايدينا، رفعناها عملناها بايدينا وكورناها بايدينا وقطعناها بايدينا، فايه الخميرة بتروح كده شوية. بترجعي ان انت تسيبيها قيمة 10 دقايق بس ان هي ترفع تاني، وبعد كده تدخليها الفرن. هنفردها كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو. ولا هندهن وشها حاجة ولا هنعمل عليها حاجة، وكلها تبقى بنفس الشكل ده كده يا جماعة. هنفردها بالطريقة دي. حابة تصغري كمان صغري، حابة تكبري كبري، دي حاجة ترجع لك انت بقى. تمام. اهم حاجة الطريقة، واهم حاجة طريقة السوا، واهم حاجة ان احنا اقول لك هتسيبيها قد ايه. انا هسيبها في الصينية قيمة 10 دقايق قبل ما ادخلها الفرن ترفع شوية تاني وتتخمر تاني. تمام. هعمل كل الكمية بتاعتي بالطريقة دي، وقبل ما ادخلها الفرن هرجع لك تاني. وبكده حبايب قلبي اكون عملت كل الكمية بتاعتي اللي معايا. اسيبها بقى ترفع في الصواني 10 دقايق، اخش بيها الفرن يكون سخن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 رف وسطاني. مش هتاخد معاكي 10 دقايق في الفرن. لو فرنك بيولع من فوق ومن تحت هتولعي تحت 7 8 دقايق، ومن فوق دقيقتين 3 تاخد وش. لو بيولع تحت لوحده وفوق لوحده هتعملي تحت ال7 8 دقايق، وبعد كده تطفي تحت وتولعي فوق. هتاخدي مثلا ايه دقيقتين 3 عشان ياخد معاكي وش. اكتر من كده ما تعمليش، لان ايه عشان ما تنشفش معاكي، هي قرص طرية يا جماعة. تمام كده. هسيبها بقى ترفع معايا 10 دقايق، وبعد كده ادخلها الفرن واوريها لكم بعد ما تطلع من الفرن باذنك انت يا رب. انتظروني. وبكده يا حبايب قلبي تكون القرص بتاعتي خرجت من الفرن بالشكل الجميل ده. شايفين القرص حلوة وطرية وهشة ازاي؟ شايفين اهي؟ شايفين السوا بتاعها تحفة جدا، جميلة جدا. انا ما دهنتش الوش بتاعها باي حاجة، انا دخلتها كده على طول مباشر في الصينية زي ما انتوا شفتوها بالظبط. شايفين القرص؟ شايفين القرص هشة وطرية ازاي من جوه؟ تحفة جدا يا جماعة، حلوة قوي. هتشرب بقى جنب كوباية اللبن الحلوة دي، جميلة جدا. اديها لولادك وهم بيذاكروا. غذيهم كده في الايام دي يا جماعة، وغذوا عقلهم عشان في الامتحانات يقدروا يركزوا ويقدروا يذاكروا بطريقة حلوة. ادولهم لبن، ادولهم مغذيات، ادولهم اي حاجة فيها فيتامينات في البيت، اديلهم الكالسيوم. تنشط الدورة الدموية كده عندهم. بلاش نجيب لهم اي حاجة فيها مواد حافظة من بره يا جماعة. نصيحة يعني، بلاش نجيب اي حاجة فيها مواد حافظة من بره. ندي لولادنا كل حاجة فيها فيتامين طبيعي ربنا خلقه من عنده. القرص الطريقة الجميلة دي عايزة بقى تاكليها بحتة جبنة، عايزة تاكليها بكوباية شاي، عايزة تاكليها بلبن، تاكليها زي ما تاكليها. انا عن نفسي هاكلها دلوقتي حالا بكوباية اللبن السخنة الجميلة دي. وهدي طبعا للولاد زي كده بالظبط لبن سخن بقرص. يا رب تكون طريقتي عجبتكم، يا رب يكون الوصفة سهلة وسريعة بالنسبة لكم. دمتم سالمين، دمتم في حياة نعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.